إن من أصول دعوتنا أننا نفرق بين مسائل الخلاف التي تكون خلاف تنوع فيسع الناس العمل بذلك كله، أو كذلك خلاف أفهام فلا يعنف على من خالف فيها، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح أنه أمر أصحابه بقوله لا يصلين أحدكم العصر إلا ببني قريظة، فانطلق الصحابة رضي الله عنهم فأدركتهم صلاة المغرب أو كادت وهم في الطريق، فخشي بعضهم فوات صلاة المغرب فصلى العصر في الطريق، وبعضهم واصل السير ولم يصلي العصر إلا في بني قريظة وبعد المغرب، فبلغ ذلكم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف على أحد منهم. هذا من خلاف الأفهام الذي يسع فيه الخلاف ويكون به الأدب. وهكذا لم يزل ولا يزال علماء الإسلام يحترم بعضهم بعضا في المسائل التي يسع فيها الخلاف والتي يختلف فيها الرؤيا باختلاف الدليل أو المدلول، ولهم في هذا من الأدب الرفيع والكلام العلي ما هو محل اقتداء واتساء لنا. أدب علمائنا وسلفنا ومن سبقنا في هذا الباب والله يخجل الإنسان إذا قرأ فيه ووقف عليه. المسائل الخلافية التي يسع فيها الخلاف ينبغي أن يسعنا ما وسع من قبلنا. لن يغطي أحد منا عين الشمس في مسائل الخلاف، لم يزل ولا يزال الناس يختلفون باختلاف الحجة والبرهان والنظر في الدليل والمدلول، فالدلائل والمسائل لها أوجه في النظر في الدليل والمدلول، فإذا اختلف العلماء بسبب ذلك لن يدفعنا ذلك الخلاف للشقاق والفرقة والنزاع والتناحر، بل إن ديننا يأمرنا بما هو أعظم من ذلك، بأن نغلق أبواب الخلاف وندع الجدال الذي يسبب ذلك الخلاف